لما المكشكشة طلعت ترند معرفتش أعملها صراحة، ما بحبش أعمل حاجة في الزحمة علشان تطلع الحاجة حلوة ومظبوطة وما تزهقوش منها. السلام عليكم. أول حاجة هنبدأ بيها الحاجة الحلوة قوي دي إن احنا نعمل الشربات بتاعها عشان يلحق يبرد. هنعمله ب2 كوباية سكر، كوباية مية واحدة نفس المقدار، وكيس فانيليا، ونقطتين ليمون كده على جنب. هنسيبهم يغلوا ونبقى نشيل الريم ده من فوق الوش ونسيبها تبرد براحتها. هنكون مجهزين لبانة صغننة كده برضو فيها زبدة حوالي 4 مكعبات مع حبة زيت صغيرين وسيحهم كويس. وشفتوا الصينية الجديدة بتاعتي؟ بس هندهن الصينية كده حبة زبدة اللي هما مخلوطين بالزيت، وهنجيب الجلاش هنفتحه، يا ناخد ورقة واحدة يا ناخد ورقتين حسب حجم الصينية اللي عندك، بس يفضل ان احنا ناخد ورقتين مع بعض علشان تبقى ايه الحتة ما هي بتتقطع كده في الطبق بتبقى ماسكة نفسها شوية، عشان لسه هيتحط الكاستر وهيتحط شربات فما تسحش معانا قوي. فزي ما احنا شايفين كده هنلفها زي المروحة بتاعت زمان اللي كنا بنعملها في ورق المدرسة، وهنحطها في الصينية كده زي ما احنا شايفين. الأول هندهنها بالزبدة والزيت اللي احنا سيحناهم دول، ونحاول ندخل في الرقات اللي كلها دي كلها مع بعض، نحاول نوصل لأكبر قدر ممكن منها بحيث عشان تورق. وهندخلها الفرن 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تغير لونها كده، يبقى لونها الذهبي الحلو شكله حلو ده. بس في الوقت ده بقى هنكون بقية الزبدة والسمنة السايحين دول هنحط عليهم 3 معالق كاستر ومعلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر، ندوبهم كويس قوي في الزبدة، وبعد كده هنضيف حبة لبن وناخدهم على النار يمسكوا بعض شوية كده، تقلبوا في بعض شوية عشان واحنا بنحطهم على الجلاش بتاعنا يبقوا ايه مسكوا نفسهم شوية. معلقة البيكنج باودر دي ليه؟ علشان بتخلي الورق هش كده، بتلاقيه بيبعد عن بعضه كده وبتلاقي الايه الورقة حلوة معاكي. بس زي ما احنا شايفين كده وشها احمر، هنبدأ نسقيها بالكاستر. دايما واحنا بنسقي الحاجة تبقى باردة، واللي هنسقي بيها والجلاش اللي بيبقى سخن عشان ما نبقاش ايه الحاجة ما تبقاش كلها مع بعضها سايحة كده، بتبقى بتدوب الورق الجلاش. هنسيبه بقى شوية كده وندخله برضو 10 دقايق الفرن، هيطلع اللون الحلو ده. هنسقيه بالشربات اللي عملناه بقى الأول، برضو الصينية سخنة والشربات بارد. بس معلش بقى ايه فقرة الشربات ما طلعتش وانا بسقيه، بس انتوا